محمد والله اذا بتزبط هاي الخطبة لك مني $1000. حبيبي هدول جماعة موثوقين ما بيسألوا غير على الدين. اهلا وسهلا ابني، انت شو بتشتغل وقديش راتبك؟ انا بشتغل بالسياحة واوقات بوصل راتبي بالشهر $2000. هوف $2000 بس؟ هذا الشيء كتير قليل بالنسبة لنا نحن، يعني انت ما فيك تعيش بنتي على هذا الراتب. ليه عمي انت شقد راتبك؟ انا راتبي $600 وعندي 4 شباب كمان كل واحد راتبه $600. يعني انت واولادك الاربعة بتجيبوا راتبي وما عجبك؟ طب شوف ابني، انا بنتي ما بسكنها لا عند الحماية ولا عند القرايب ولا ببيت اجار، انت عندك بيت ملك؟ طيب سؤال عمي، انت بيتك هذا البارك فيه اجار ولا ملك؟ والله انا بيتي اجار، بس انا لما كنت بعمرك ورحت خطبت كان عندي بيت بسوريا، بس انا هلا ما بشتري بالغربة. محمد قلت لي هدول ما بهمهم غير الاخلاق، لا والله ما سأل عليه ده ام قلوصه ها. عمي وانا كمان ما بشتري بيت بالغربة، عندي بيت بسوريا الحمد لله. نحن طالبين $100,000 مقدم و100 مقبوض و100 مؤخر. اخوي بنكشوا بركي بسألني هالصلاة، لا والله ما همه بس مصاري، ده ام قلوصه والله. طبعا بدك تعمل لي عرس رجال لحاله وعرس نسوان لحاله ويشمل العشاء والفواكه، وتاني نهار بدنا نعمل صباحية للرجال وصباحية للنسوان. اخوي هدول جايين من مجاعة ها. عمي ليش في صباحية للرجال؟ ما في هيك شي. ما في، ونحن بدنا. هاي بنتي انا ما عندي غيرها، دلولتي هاي الوحيدة. لا قول له يسألني على الدين، صار لي ساعة بحضر، ده ام قلوصة بقول لك. ومشان الذهب هلا بدك تلبسها 300 جرام قدم و300 جرام مؤخر و300 جرام بالعرس. عمو بنتك انا لسه هلا ما شفتها، بعدين انا قلت لها بشتغل بالسياحه ما قلت لها بشتغل بمنجم. محمد دق لي بالاعضاء. حبيبي شلون تشوفها يعني اعراض الناس لعبه؟ هلا بتوافق بتسلم لي 300 جرام ذهب مقبوض، نقرا الفاتحه بتشوفها، ما اتفقت وما حبيتها هذاك الوقت اسمي ونصيب. عمي بس ثواني، دق لي بالاعضاء ده بيه الكليه. لك اين اعضاء جد؟ بين نسيت انه ما ضل عندك غير كليه وحده؟ مو بعت هذيك الكليه مشان الجماعه اللي قبلهم وقلبتوا ما اتفقتوا؟ لا قولوا ابو بشرفي نسيت. طب شوف لي ايش قد بحسب اليوم مرتين.